الصعيد الأرض بتحفظ، الناس بتحفظ، والسر لما بيطلع زي الجرح اللي اتفتح من جوه. في بلدة اسمها نجع الحمام بين أسوان والأقصر، حصل في يوم من الأيام حاجة خلت الناس تشك في بعض، تتخانق، تتباعد، وبعضهم ما تكلمش تاني لحد ما مات. كلها بدأت من راجل اسمه عبده رزق، وبدأت من دبانة. عبده رزق 45 سنة، جسمه وقف من الشغل في الأرض، وشه فيه خطوط الشمس والتعب. بيحب ست واحدة بس في الدنيا، مراته فاطمة، وعنده من الدنيا أرض وبيت وابن اسمه يوسف. بس عبده عنده حاجة تانية، حاجة بيحملها من 15 سنة. في يوم مات في البلدة راجل اسمه علي الغريب، مات وقالوا قلبه وقف. بس عبده بس عارف الحقيقة، وفضل صامت 15 سنة صامت لحد ما جت الدبانة. كانت أواخر الصيف، عبده كان في الغيط لوحده وبيسقي الأرض. الجو كان ساكن، حتى العصافير ما كانتش بتستعيط. وجت دبانة كبيرة أكبر من العادي، اتحطت على دراعه. عبده طردها، طارت، رجعت، طردها تاني، رجعت تاني، وبعدين سمعها. مش طنين، كلام، صوت ناعم هادي زي واحدة بتحكي في ودنه. عبده، انت عارف مين اللي سرق من عمك حسن؟ عبده قفل، ما تحركش. الدبانة كملت، ابن عمك سعيد سرق الخاتم الذهب يوم الفرح وقال انه ضاع. عبده عرف ان ده صح، كان شايف سعيد يوم الفرح بس ما قالش. والدبانة طارت، وعبده فضل واقف في الغيط مش عارف ايه اللي حصل. عبده ما حكاش لحد، بس جواه كان في حاجة بتتحرك. تاني يوم الدبانة رجعت، المرة دي قالت له بنت عمدة البلدة اللي بتتجوز من الشهر الجاي، بتحب حد تاني، مش العريس. الحد التاني اسمه كريم، ابن الغفير. عبده ابتلع ريقه، قال لها انت مين؟ الدبانة طنت وقالت أنا اللي بتسمعه الأرض وبتسمعه الحيطان، أنا الكلام اللي بيتقال في الضلمة، أنا السر اللي محدش بيقوله بس كل الناس بتحس بيه. عبده قال لها عايزة إيه مني؟ قالت مش محتاجة منك حاجة، أنا بس بحكي لك، أنت اللي هتقرر تقول ولا تسكت. وطارت. عبده فضل 3 أيام صامت، بعدين قال لمراته فاطمة بس، قال لها عن بنت العمدة وكريم، انت متأكد؟ سري وما تقوليش لحد. مش مسموع. فاطمة قالت لجارتها أم سعيد سمعتي؟ سري. أم سعيد قالت لأختها سري. وفي أسبوع واحد البلدة كلها عرفت. مش بتحبه. العمدة سمع، خطب الفرح اتكسر، كريم اتضرب، أبوه الغفير اتشال من شغله، وعبده كان بيبص على اللي عمله ومش عارف يحس بإيه. الدبانة رجعت وقالت له شايف؟ الكلام اتقال، الأرض اتنفست. عبده قال لها خربت بيوت ناس. قالت مش أنا بس قلت، أنت اللي اخترت تحكي. الدبانة ما وقفتش، كل يوم سر جديد. قالت له إن الحاج مصطفى أكبر ناس في البلد، أرضه اللي بيتباهى بيها مش أرضه. أخوه الأصغر وقع على ورق وهو مش عارف. قالت له إن مرات ابن العمدة عندها جواب من راجل تاني من قبل الجواز بسنين لسه بتقراه. قالت له إن الشيخ اللي بيؤم الناس في المسجد ابنه مش ابنه. عبده كل مرة قال مش هحكي، وكل مرة حكى، مش لأنه شرير
لأن الأسرار كانت بتوجعه، زي ما الكلام لما بيتحبس في الصدر بيوجع. والدبانة كانت عارفة ده، كانت بتاخد وقتها. فاطمة مراته لاحظت إنه بيتغير، بيقوم بالليل، بيبص في الهوا، بيتكلم لوحده. قالت له: عبده، إيه اللي فيك؟ قال لها: مفيش. قالت: انت بتتكلم مع حاجة مش موجودة. سكت. قالت: الناس بدأت تاكل بعض في البلد، والكلام الوحش كله طالع منك انت. عبده بص فيها وقال لها بصوت تعبان: هي مش بتكذب يا فاطمة، كل حاجة بتقولها صح. فاطمة قالت: ومين قالك ان الصح لازم يتقال؟ وعبده مردش. وفي الليل التاني الدبانة كانت على شباك أوضتهم بتسمع. جه يوم الدبانة قالت له حاجة مختلفة، مش سر حد تاني. قالت له: عبده، انت عايز تعرف ليه انا جيت لك انت بالظبط؟ قال لها: ليه؟ قالت: لانك عندك سر اكبر من كل اللي حكيتهولك، سر من 15 سنة. علي الغريب اللي قالوا إن قلبه وقف، انت عارف إنه ما ماتش من قلبه. عبده قفل. قالت: وانت عارف مين اللي كان موجود وقت ما مات، وعارف ليه ما قلتليش؟ عبده بدأ يتعرق. قال: بكفي. قالت: انت مش بتحكي أسرار الناس عشان انت شريف، انت بتحكيها عشان لو الناس مشغولة بأسرارها محدش يفضل يفكر في سرك انت. عبده وقع على ركبه في الغيط، والدبانة طنت وطارت. نجع الحمام اللي كانت بلد واحدة بقت فريقين، فريق بيقول عبده راجل صادق بيقول الحق، وفريق بيقول عبده راجل بيخرب بيوت. ابنه يوسف بقى مش قادر يطلع البيت، فاطمة بقت مش بتكلم جيرانها، والحاج مصطفى قال: عبده رزق، لو في بلدنا دي عدل يتحاسب على اللي عمله. عبده قال: أنا ما كدبتش، كل حاجة قلتها صح. الحاج قال له: الصح اللي بيتقال في وقت غلط بيبقى أوحش من الكذب. عبده مردش، لأنه في جواه عرف إن الحاج صح. عبده قرر إنه يكلمها ويوقفها. راح الغيط بالليل وقال: تعالي، أنا عارف إنك سمعاني. الدبانة جت، اتحطت على إيده. قال لها: خلاص، مش هحكي تاني ولا كلمة. قالت: تمام. قال: بالراحة دي. قال: أنا مش محتاجة إنك تحكي تاني، اللي زرعته كفاية، البلد دي هتفضل تاكل في نفسها من غيري، انت عملت الشغل. قال لها: انت ايه بالظبط؟ قالت: انا الوسواس اللي في كل راجل صامت، انا الكلام اللي بيتحبس لسنين ولما بيطلع بيحرق، انا اللي بتيجي لما الواحد يحمل سر اكبر من طاقته. كل بلد فيها واحد زيك يا عبده، وانا بروح له. وطارت وما رجعتش. عبده فضل في نجع الحمام. البلد اتغيرت، بعض الناس صالحت بعض وبعضها ما صالحتش. الجروح اللي اتفتحت بعضها اتأمن وبعضها فضل مفتوح. عبده ما حكاش سر علي الغريب لحد، فضل شايله جواه. بس في ليلة يوسف قال له: أبا، أنا كنت في الغيط النهاردة وشفت دبانة كبيرة على إيدي، وحسيت إنها. عبده قطعه بسرعة: طردها. يوسف: إيه؟ عبده: طردها يا يوسف، وملكش دعوة بأي حاجة بتقولها لك مهما كانت صح. يوسف سكت، وعبده بص في الأرض وسمع من بعيد جدا طنين.
نفس واحد